ومن الأنباء الطبية أجريت في مستشفى كوارتز هيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية عملية نادرة تم خلالها نقل وزراعة أجزاء. البس بدلتك السوداء، البروف عايزك دلوقتي. انا ملحقتش انام. يبقى نام بعدين. هستناك تحت قدام العمارة. خد السلم اللي على اليمين أول ما تخرج من الباب. خلاص، اسبق وانا هحصلك. ما تأخرش. مساء الخير يا باشا، هتاخده النهارده كمان ولا لا؟ لسه مش عارفين، هعرف من البروف وابلغك. فين الإيجار؟ هبعتهولك النهارده مع مصطفى. خلاص ماشي يا باشا. ايه اللي أخرك؟ نسيت البدلة محطوطة فين. قولي البروف عايزنا في ايه؟ هتعرف هناك. أنا معرفش حاجة غير إني أجيبك وبس. تعبت أنا معاك يا أخي. بعديها طلعنا على المكتب، مكان المقابلة مع البروف. قصر كبير مبهر. دخلنا المكتب، مكان مرتب. في خلفية هذا المكتب تمثال لأسد. شكلك مجهد، انت ما نمتش كويس. جسمي مكسر لكن اوكي، انا تمام يا بروف. على أي حال هنديك العلاج اللي يفوقك. خلينا نخش في صلب الموضوع. ايه رأيك لو قلتلك ان مقبرة الملك خوفو اللي محدش لسه اكتشفها احنا عرفت مدفنها جوه الهرم؟ مقبرة خوفو؟ ازاي؟ بردية قديمة وقعت في ايدينا وفيها مكان المقبرة بكل دقة. المطلوب دخول المقبرة. طبعا كل الدهب اللي جوه هيتقلب. لا، حاجة واحدة بس. صولجان الملك اللي منحوت عليه كل ما كان مقابر مصر في العهود اللي سبقت الملك خوفو. احنا بقى مستغنين عن المقبرة دي في مقابل الحصول على الصولجان ده. ودي هدخلها لوحدي؟ طبعا، لأن الممر قديم ووجود أكتر من شخص مش هينفع. أولا عشان الأكسجين اللي بيقل مع العمق، ثانيا سهولة الحركة. النهاردة بالليل هتكون هناك وهتتحرك على الهرم، هتقف وتشوف الشاويش بيبعد عن البوابة قدام الهرم، قدام المدخل الخلفي. هتتحرك وتدخل جوه. كملت طريقي لحد ما وصلت لمكان المقبرة، المدخل الخلفي. لكن حسيت بحركة غريبة ورايا، ولما بصيت ورايا لقيت منظر جمدني في مكاني. عربيات الشرطة والعساكر واقفين وبيبصوا، لكن الغريب إن محدش فيهم بيتحرك ولا حد فكر يجي ناحيتي. مشيت وكأنهم مش شايفيني. دخلت المقبرة ومشيت جوه ممر طويل. مشيت على الخريطة اللي كانت معايا وفي ايدي. سمعت صوت باب بيتفتح، باب عملاق. وبعدين دخلت جواه لحد ما وصلت للغرفة الملكية، وشفت منظر أول مرة عيني تشوفه من ساعة ما عرفت سرقة المقابر. وأنا سارح بخيالي وشايف كمية الدهب دي، لمسة برد عجيبة في ظهري. ولما بصيت لقيت راجل عجوز بلحية طويلة أسمر اللون بعباية سوداء، شكله مرعب. وجودك هنا ما هوش في ساعته ولا زمانه. انت ولا حارس؟ انت اللي شايفني، انت اللي واجدني. عاوز تشوفني ازاي؟ انس ولا حارس؟ مش عارف انا. افتكر انت هنا من انت وليه اصلا؟ الحلم. احنا بنلاقي نفسنا وسط الاحداث فجأة ومش بنفتكر احنا جينا ازاي ولا البداية كانت فين. انت حارس ها؟ هنا اسكت. لان كل اللي كنت فاكره اني وصلت المكتب وبعديها لقيت نفسي في الهرم. في فرق زمني حصل وكأني ما عشتوش.
قدر يخدعك مش كده؟ بطل تاخد من ايده دواك. بطل تاخد من ايده دواك. جسمي مكسر وكأني ما نمتش، عيني وقعت على النتيجة عشان اتصدم بحاجة مرعبة. انا فاكر كويس ان امبارح كان يوم 18/2/1990 عشان القى النتيجة النهاردة 22/10/1995. هنا قمت واتعدلت على السرير وانا حاسس بصداع غريب في دماغي، في فرق زمني حصل وحاجة غريبة حصلت انا ما عشتهاش. بدأت اتحرك على الصالة وانا بترجل خطواتي. شفت ممرضة ماشية وبتعدي من قدامي لكنها مش حاسة بيا ولا شايفاني. مشيت وراها لكن لما طلعت الصالة ما لقيتش حد. انا شايف ان احنا صرفنا كتير على الحكاية دي. حاسس ان كل ده بلا جدوى. اللي بيحصل ده لو نجح يا مراد هننقل بيه المجال لمكان تاني خالص. هتبقى ثورة حقيقية وهتذكر أسامينا في العالم كله، لأننا هنكون اخترعنا طريقة جديدة حقيقي فادت الناس. مش هيفتكر. انا حاسس ده مصطفى في حاجة ناقصة، في حاجة هو شافها وما عرفش يتحملها، حاجة أكبر منها للبشر. الذكريات اختلقت على الحقائق والأوهام والنسيان، حاجة مش ممكن يتحملها بشر. ممكن يكون شاف حاجة فعلا أكبر من قدرات البشر لتحملها ورؤيتها، بس ده مش معناه ان احنا نستسلم. لو مش عايز تدمر حياتك وتدمر كاريرك، احنا عايزين نوصل للهدف. كل واحد فينا عنده هدف ولازم يوصل له. نستحق نتعب شوية. لسه مصر ان احنا نفضل هنا، مش هنخرج من اللي انت فيه. انت السبب. نخرج من ايه؟ رد عليا. نخرج من الفراغ والخوف من مواجهة اللي بره وعدم تحملك لقدرات العالم. انت لازم تقرر تواجه. عارف ليه؟ لانه مش موجود. قمت من النوم مكسر كأني ما نمتش من مدة. عندي صداع. قعدت على السرير لكن افتكرت ان جرس الباب ضرب وهيضرب مرة كمان. البس بدلتك السوداء، البروف عايزك. سمعت الكلام ده قبل كده، حاسس اني شفته تكرر معايا. فضلت باصص له وانا ساكت. بعديها دخلت الغرفة وفتحت الدولاب، لقيت بدلة واحدة بس، حاسسها كمان مش مقاسي، كأنها لحد تاني. لبست البدلة ونزلت، لكن لاحظت وجود شخص واقف قدام الباب. دايما بيبقى واقف هنا، منظره مش بواب، ده كأنه حارس. بعديها اتحركنا، لكن أنا ليه ما حسيتش إني اتحركت؟ كأني المكتب في الغرفة اللي جنبي. مالك؟ انت كويس؟ مفيش. حاسس انك مريت بالاحداث دي قبل كده؟ فعلا حاسس إني شفت كل حاجة بتتعاد. يعني حاسس بالتكرار، مش صح كده؟ بالظبط. أنا لما صحيت كنت متوقع اللي هيحصل. عارف انا جايبك هنا ليه؟ مقبرة، بالتحديد مقبرة الهرم الأكبر. عاوزين منها الصولجان اللي منحوت عليه أسماء المقابر اللي تبعت عصر خوف كلها. طيب انت فاكر انت مين؟ اسمك، شغلك، المكان اللي انت فيه من وجهة نظرك ده مش شبه حاجة انت تعرفها، ولا مجرد مكتب في البناية؟ مش عارف، بس أنا مش قادر أفتكر حاجة غير صحراء، معبد، مقبرة فرعونية بحلم بيها دايما، الصولجان. مش قادر أفتكر غير الحاجات دي. حارس اللي كان طول الوقت موجود تحت البناية بيراقبني، مش أول مرة أشوفه. وشه مألوف، حتى أنت وشك مألوف بالنسبة لي. يعني انت عارف انا مين؟ ولا هتقولي برضو اني رئيس مافيا؟ أنت ليه مش حاطط يافطة على المكتب إنك دكتور؟ أنت دكتور مصطفى، وأنت عالم الآثار مراد شلبي، وأنا توم. طيب فين الصولجان يا توم؟ انت متهم بسرته،
وعشان كده انت بتحقق معاك ومحطوط في مصحة نفسية للدعاء بالجنون. اسكت يا مراد. اسمع يا توم، اسمعني، انت هنا في مصحة نفسية، دي مستشفى. مراد، يعني ايه؟ احنا مش في مكتب البروف؟ انت بتكلم مين يا توم؟ مش دي عصابة؟ انا عارف انه دكتور، لكن مش هو رئيس العصابة؟ دي مستشفى وانت ناسي كل حاجة، واحنا بنعالجك بحالة التكرار لحد ما نقدر نوصل لتفاصيل اليوم من كل بدايته لنهايته اللي انت ناسيه لحد دلوقتي. احنا عايزين نعرف فين الصولجان. انت بتقول ايه؟ اسكت يا مراد، بقولك فين الصولجان؟ ها؟ انا هقتلك لو ما طلعتش الصولجان. لو ما قلتليش مكانه فين خلص عليك. فين الصولجان يا توم؟ مش قادر. انت بتكلم مين؟ مفيش حد هنا زيري وغيرك. ما تسمعلوش، هو اللي مش موجود، مش انا موجود معاك. ما شفتش غير حاجة غريبة حصلت، بشوفها فيك دلوقتي. يعني مفيش عمل يا دكتور؟ مش قادر افتكر اي حاجة قبل اليوم ده ولا اليوم ده نفسه. هلاوس اختلاق الشخصيات وصلت للذروة عنده. مفيش امل يا حضرة الضابط. جهزوا غرفة العلاج بالجلسات. مراد، أنا نهيتك عن الدخول. ليه دخلت؟ كان عندي طموح اني اعرف مكان الصولجان يا عظيم. وعرفت؟ لا، بس خليته يفهم ان احنا بندور على حاجة. اوامرك يا عظيم. بعد إذن جنابك يا عظيم، أنا اللي هقول لك دلوقتي يا مراد لازم عليك تخليه مكانه، لأنه لو خرج هيفنينا، ولو فنانا أنا هفنيك أنت كمان. مفهوم؟ اوامرك يا فاخر، اوامرك تنفيذ. اهلا يا بدر، جاي متأخر ليه؟ عم الحاج، هو انا نمت طول الليل؟ الراجل ده اللي جوه زي ما يكون صاحي. والله حسيت انه في حد بيتحرك في الغرفة، كل لما اخش قلقان زي ما هو. عارف، ما انا ياما سمعت وكمان حسيت زيك. وردياتي جنبه طول السنين اللي فاتت. سنين؟ ليه؟ هو بقاله كام سنة هنا؟ 10 سنين. 10 سنين في غيبوبة بسبب جنون وهلاوس. بيشوف ويسمع حاجات مش موجودة. مرة صحي وطلب يقابل واحد اسمه دكتور مصطفى، لكن الغريب ان ما كانش في دكتور اسمه مصطفى بيعالجه قبل كده. والدكاترة اللي مر عليه كلهم شباب، وهو كان بيقول ان الراجل ده عجوز وعنده شنب. نهايته ومغير انبوبة الجلوكوز. زمانه جاع، حبيس عقله الباطن، مش هيبطل ياخد العلاج من ايدي. قعدوه جنبي عشان افضل دايما في الغيبوبة، لكن يحصل ايه لو صحيت قبل ما هو يديني الدواء؟